ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معكم جهاد محمد من قناة حبهان وبندق. النهاردة هنعمل صينية البطاطس بالكفتة. بجد طعمها تحفة، مخدتش معانا وقت خالص، وعملناها بربع كيلو لحمة مفرومة، وبجد موفرة جدا وريحتها تحفة وطعمها حكاية وتنفع معانا في اي وقت. نسمي الله ويلا بينا على المقادير. اول حاجة عندنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ضفنا عليهم بطاطساية صغيرة مسلوقة ومهروسة ناعم، وعندنا معلقتين كبار من البقدونس، وبصلاية مبشورة بالمية بتاعتها. هنضيف معلقة كبيرة من البقسماط الناعم، وهنضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر هتخلي اللحمة متكشش معانا، وهنضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة من البابريكا، ورشة من الجنزبيل، ورشة من الكوبيبة الصيني، وهنضيف رشة من الحبهان المطحون، هنضيف معلقة صغيرة من البهارات، وهنضيف رشة جوز الطيب، ومعلقة صغيرة من الملح، وهنخلط كل ده مع بعضه لحد ما تبقى معانا بالشكل ده. هنشكلها بالشكل ده كده زي الأقراص كده. من الربع كيلو عملنا حوالي 12 قطعة بالشكل ده. بعد ما خلصنا كل الكمية هنبتدي ان احنا نحضر الخضار بتاعنا. عندنا البطاطس نقطعها بالحجم ده، منحاولش تبقى تخينة قوي عشان تستوي معانا، وعندنا طبعا طماطم وفلفل وبصل. طبعا كمية الخضار زي ما تحبوا، وبرضو طريقة الرص بتاعتكم زي ما انتوا عايزين. ممكن تحطوا الخضار الاول وبعدين تحطوا اللحمة. بعد ما رصيناها هنبتدي نحضر المرقة اللي احنا هنسقي بيها وهنسوي بيها الخضار، وفي نفس الوقت هتدي الخضار طعم، لان احنا محطناش للخضار اي توابل او اي بهارات. عندنا كوباية من المية السخنة هنضيف عليهم مكعب مرق، و3 معالق كبار من الصلصة، ومعلقة كبيرة من السمنة، ورشة فلفل، ورشة بهارات، ومعلقة صغيرة من الملح، وهنضيف معلقة صغيرة من الثوم البودر، وهنضيف رشة من البابريكا. هنخلطهم مع بعض، وهنسقي الخضار بتاعنا بالشكل ده، وهندخله الفرن على درجة حرارة 180، وهنغطي الصينية بتاعتنا بالفويل، وهنحط الشبكة في الفرن من تحت، وهنحطها على الشبكة وهنسيبها لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي هنشيل الفويل ونحطها تحت الشواية تاخد لون من فوق، وكده هتبقى جاهزة معانا. انا ضفت لها فحم، اللي مش حابب يضيف مفيش مشكلة. بجد وصفة تحفة موفرة وما خدتش معانا وقت خالص، ونقدر نقدمها جنب رز بشعرية او رز ابيض. بجد هتبقى وجبة متكاملة، جربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش الشير واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.